السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع مهم جدا جدا، ما كنتش حابة إن أنا أتكلم فيه، ولكن للأسف يعني الموضوع ضغط عليا جامد جدا جدا جدا، فكان لازم أعمل فيديو ليه، رغم إن أغلب متابعيني بنسبة كبيرة جدا جدا سيدات. كنت أتمنى أوصل الرسالة بتاعتي دي لجميع رجال العالم. كان فيه مثل زمان بيقول: ظل راجل ولا ظل حيطة. للأسف في التوقيت اللي احنا فيه ده، الزمن اللي احنا فيه ده، في ظهر عندنا حاجة كده اسمها أشباه الرجال. يعني ايه أشباه الرجال؟ يعني ظل الحيطة أحسن منهم. أنا هحاول إن أنا ما اتكلمش بانفعال في مجال السمنة والتخسيس يمكن أنا شغالة في المجال ده، يمكن دلوقتي داخلة على حوالي 5 سنين. قابلني مشاكل كتير جدا 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 بسبب السمنة، بسبب جايز نقول أنا عشان أنا جسمي مليان فجالي سكر، جالي ضغط، جالي وارد جدا جدا. الحاجة الجديدة اللي أنا شفتها الفترة دي، أو يمكن من فترة قريبة قوي، حاجة لفتت نظري مع حالة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين. ايه هي؟ انا اتطلقت يا هبة عشان انا جسمي مليان، عشان انا تخينة، عشان انا نفسيتي تعبانة ومش عارفة اخس، فطلقت. ايوه بيحصل الكلام ده. مش عارفة، يعني انا خايفة اتكلم بانفعال الناس تزعل مني. لما نوصل للمرحلة دي ان انت تطلق مراتك اللي معاك منها عيلين وتلاتة واربعة عشان خاطر هي وزنها كبير، وبدل ما تقف جنبها وتقول لها ايه سبب انك انت جسمك مليان، سبب ان انت تخنتي فجأة، انت ما خدتهاش من بيت اهلها تخينة، انت واخدها من بيت اهلها جميلة رشيقة جسمها حلو. ليه لما جت عندك عملت كده؟ طب انت تعرف ان السمنة مرض نفسي من الدرجة الاولى؟ طب تعرفوا يا اشباه الرجال ان الست لما بتكون نفسيتها تعبانة بتلجأ للاكل عشان يحسن الحالة المزاجية بتاعتها، عشان يحسن الحالة النفسية بتاعتها؟ طب ما بدل ما تطلقها وانت معاك منها 3 عيال و4 عيال، ليه ما بتبقاش راجل بمعنى الكلمة وتعمل بوصية نبينا ورسولنا وسيدنا وحبيبنا، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، في خطبة الوداع قبل وفاته: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. هي دي الوصية اللي نبيك ورسولك اللي هيشفع لك يوم القيامة وصاك بيها. قالك لما يكون عندها مشكلة وصلتها انها جسمها يتخن زيادة عن اللزوم، انك تطلقها وتروح تشوف واحدة رشيقة وواحدة حلوة وجميلة وجسمها كويس، وهتيجي عندك وهتتخن برضه. لان هنا الغلط ممكن يكون من عندك انت. هي مش مرتاحة معاك، هي مش مبسوطة معاك، هي مش لاقية حد يقف جنبها، هي لاقية فراغ في حياتها بتملاه بالأكل، بتملاه بالأكل. طب ما بدل ما تطلقها ليه ما بتقفش جنبها تقول لها مالك؟ ايه اللي مخليكي؟ حاول تشغلها، حاول تاخدها بالراحة بالسياسة. عاوزك اشوفك جميلة، من حقك انك تشوف مراتك جميلة، من حقك انك تشوف مراتك رشيقة، من حقك ان انت تشوف فيها اللي ما بتشوفوش بره، حقك. لكن مش حقك لما توصل لمرحلة انها وزنها زاد شوية ومعاك منها اولاد ترميها وتطلقها وتروح تشوف واحدة غيرها.
ليه ما بدل ما تطلقها ما بتقفش جنبها؟ ليه ما بتحاولش تشوف ايه المشكلة، او ايه اللي ضاغط عليها، او ايه اللي مضايقها، او ايه اللي مزعلها، او ايه الفراغ اللي في حياتها اللي وصلها انها تملى الفراغ ده بالاكل؟ بقت ابسط حاجة عندكم هو الطلاق؟ بقت ابسط حاجة عندكم خراب البيت؟ طب والاولاد اللي بينكم دي هيطلعوا هيدعوا عليكم؟ ايوه هيطلعوا هيدعوا عليكم، هيدعوا على اللي خرب البيت. ليه؟ كنا زمان عشان نسمع على خراب بيت حاجة كبيرة قوي، في حاجة كبيرة وصلت الأمور لكده. النهاردة بقى البيت بيتخرب عشان الزوجة وزنها مليان. النهاردة أسرة بتتفكك عشان الزوجة جسمها مليان. تقدر تقعد تتكلم معاها، تقدر تقعد تقول لها، تحاول تحتويها، تحتوي الفراغ اللي هي فيه. انت ما اتجوزتهاش عشان تفضل تلف في دايره طول النهار، ماشي كويس جدا، تشتغل وعاوز تكفي بيتك وعاوز تصرف على بيتك وعاوز، ولكن هي لها حقوق عليك، هي لها حقوق عليك. في دوامه الانشغال والحياه اللي انت فيها، الست اللي في البيت دي لها حقوق عليك. طب ما تيجي كده نعكس الدنيا؟ طب ما شفناش بيت ليه اتخرب وتفكك وزوجة طلبت الطلاق عشان جوزها تخن؟ ما احنا اغلب الستات بتبقى متجوزه الراجل رشيك وجميل كده ومفيش كرش وبتاع، وبعد الجواز كده بنشوف بقى الكرش ونشوف. ما جاتش بقى قالت له ليه انا عايزه بقى، عايزاك تفضل رشيق قدامي، عايزه احمد عز قدامي. احمد عز ده اللي هو مش عارف مين، اللي هو انا بسمع عنه كده في المسلسلات والافلام. آه عايزه آه واحد زي مهند في الافلام التركيه. ها، ما بتخربش بيتها ليه؟ زي ما انت محتاج تشوف زوجتك رشيقة وجميلة وحلوة، على فكرة احنا كستات كمان بنحب نشوف الراجل قدامنا حلو ومهتم بنفسه ومهتم بلبسه ومهتم بكل حاجة فيه. مش حضراتكم انتوا اذواقكم حلوين واحنا اذواقنا نقدر نستحملك بتخنك بكرشك بكل حاجة فيك. برضو هيحصل ان انا هتحد في الكلام، فللاسف ان انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، لان كده هخش في ان انا هبقى حاده جدا في الكلام وانا مش حابه. ولكن الموضوع بجد زاد لكل ست وصل حياتها انها اتخربت واتطلقت بسبب انها جسمها مليان. تقدري تخسي وتقدري ترجعي ثقتك في نفسك تاني، وتقدري تكوني اقوى من الاول تاني. ولكن لو ربنا اراد ليكي انك يكون ليكي زوج تاني وتختاري، اختاري الصح، ما تختاريش اشباه الرجال. انا بسميهم اشباه رجال، وللاسف كتروا جدا في زماننا ده. وهنرجع لنفس المثل بتاعنا اللي انا قلته في الاول، ظل راجل ولا ظل حيطة. انا بقول لكم في الحالات دي ظل الحيطة افضل منك مليون مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.